السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهاردة طاجن المسقعة، أكلة بسيطة واقتصادية على قد ايدينا، مش بتاخد معانا لا وقت ولا مجهود، سهلة جدا وطعمها ان شاء الله هيعجبكم. أول حاجة أنا جبت بتنجان رومي مغسولة وقطعت الجزء اللي فوق، وبطاطس متقشرة، وفلفل حراق وفلفل رومي. هي المسقعة بتتاكل حراقة، لو انتي مش بتحبي الحراق ممكن نشيل خالص الفلفل الحراق منها، بس هي المسقعة يعني حراقة. احنا بنقشر البتنجان، هنقشرها بالطول، مش هنقشرها كلها، هناخد منها شرايح بس كده بالطول، عشان البتنجان لما بيشرب زيت بيكش شوية والقشرة بتفضل زي ما هي، فنخليها كلها شكلها حلو، فبنقشر الجزئية دي. انا بقطع البتنجان عريض، سميكة شوية البتنجانة، انا بسيبها زي ما هي مدورة، لو انت عايزة تقطعيها نصين كمان مفيش مشكلة. وبعد ما قطعنا البتنجان هقطع البطاطس برضو تقطيعة كبيرة. انا كل حاجة هقطعها سميكة عشان خاطر بعد القلية انا هحطها في طاجن، وطبعا حرارة الطاجن بتفضل كتير سخنة، فعشان تستحمل بس الطاجن ومفيش حاجة تتهري مننا. دي كده تقطيعة البطاطس، ده كده حجمها، لا رفيعة ولا تخينة جدا بس عشان تستوي معانا. بعد كده هحط الفلفل، هشيل الجزء اللي تحت واشيل البذر بتاعه. احنا هنا عشان خاطر البتنجان ما يشربش مننا زيت ساعة القلية، احنا بنرش عليه رشة ملح وبنسيبه ينزل كل ميته، وبعد كده بنعصره، او ممكن نعفره دقيق، يعني نمسك البتنجانة نحطها في الدقيق ونشيل من عليها الدقيق كده، يعني حاجة بسيطة، وبعد كده نقليها كده، مش الاتنين مش هيشربوا زيت. او ممكن نحطها في الفرن تتشوي، هنرش عليها زيت او ندهنها بفرشة، هندهنها زيت كلها، البطاطس والفلفل وكل حاجة والبتنجان، وهنحطها في الفرن تستوي، وكده مش هتشرب زيت وهتبقى صحية للناس اللي بتحب الأكل الهيلسي أو اللي مش ممنوع عنهم المقلي. وبعد كده خلصنا كده الفلفل. أنا الفلفل بعد ما شلت البذر من الرومي، أنا الفلفل الحراق هفتحه بس كده فتحتين لحد تحت عشان ينزل كل الحرقان وطعمه في قلب الصلصة، وتبقى الصلصة بتاعتنا حراقة. دي كده شكل كل الخضار اللي احنا قطعناه، ادي الفلفل والبطاطس ده حجمها، والبتنجان ده شكله في الاخر، شايفين شكله بيبقى شكله جميل قوي، هو متقطع حته سودا وحته بيضه كده. ده عصير طماطم، حوالي نص كيلو طماطم مضروبه في الخلاط. التوابل بتاعتنا ملح وفلفل اسود وكزبره وشطه وكمون كتير ومكعب مرقه ومعلقه توم. اول حاجه احنا هنجيب حله على النار، وهنحط شويه زيت في قلب الحله، وننزل بمعلقه توم مفروم، معلقة صغيرة، وبعد كده نحط مكعب مرقة الدجاج ونقلبه لحد ما يبتدي التوم يصفر. أهم حاجة التوم ما يتحرقش مننا عشان ما يمررش الأكل. وأول ما التوم يصفر ننزل بالخل على طول ونقلب تقلبتين لحد بس ما نتأكد بأن هي مرقة الدجاج دابت، وننزل بعصير الطماطم، ونحط التوابل كلها بتاعتنا زي ما قلنا، ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة وشطة. الشطة طبعا اختياري، للي مش بيحب الشطة هنشيلها، وبعد كده هنقلبها ونسيبها تتسبك براحتها خالص. وهنا في نفس الوقت انا كنت قليت البتنجان والفلفل، قليتهم في الزيت، حمرتهم زي ما قلنا، اللي يتحمر في الزيت او يتشوي في الفرن زي ما تحبوا. انا هنا حمرت البتنجان والبطاطس والفلفل، حمرت كل حاجة، وهنبدأ نرص في الطاجن. انا هرص البطاطس اول حاجة تحت عشان تستحمل شوية عن البتنجان،
بطاطس سويتها خالص او تقريبا 3/4 سوا. البتنجان نفس النظام برضو سويته 3/4 سوا عشان يشربوا شوية بس في الفرن من الصلصة. بعد كده هرص الفلفل على الوش خالص، ورشيت هنا على البتنجان والفلفل ملح وحطيت عليهم كمون. وبعد كده هنزل بالصلصة بتاعتنا. اهم حاجة بس ندوق الملح نشوف الملح مظبوط ولا لا. انا اللي عملته ده كده ملحه مظبوط. هغطي الصلصة بالبتنجان والفلفل، هغطس كل حاجة في قلب الصلصة، وكل حاجة مستوية. هتقعد في الفرن تقريبا من ربع ساعة لتلت ساعة على درجة حرارة عالية تقريبا 200. مش هتاخد وقت، كل حاجة مستوية يا دوبك الصلصة متسبكة والخضر مقلي، فمش هتاخد وقت. فجربوها وقولولي رأيكم في الكومنتات، وإذا عجبتكم اعملولي لايك وما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.